عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على النادي الاهلي ونادي الزمالك في كأس السوبر الافريقي. بجد عايزين نتكلم في الماتش ده، عايزين نتكلم فيه. احنا مش عايزين نخسر، حلمنا وقع، حلمنا وقع. نادي الزمالك خد الحلم، نادي الزمالك خد الحلم منا، وانت معرفتش تعمل ولا عرفت تسيطر. بس لهم حق يكسبوا، نادي الزمالك لهم حق يكسبوا، لهم حق جدا الصراحة، بجد الصراحة. النادي الزمالك طبعا كان مميت نفسه في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. الصراحة كلمة الحق، أنا واحد أهلاوي وبقول لك هم تعبوا في الشوط الأول. أنا واحد تم مرعوب في الشوط الأول وتم مرعوب في الشوط الثاني. جينا في ضربة الترجيح، مين تاني؟ محمد عياط طلعها بره، وأسامة أبو علي طلعها بره. ليه؟ كان خلاص يا شناوي، صدها يا شناوي، اهدي ايدك يا شناوي. زمان ما خدش ولا تعادل، زمان دلوقتي كسبنا 1-0. لا، دخل فينا هدف. انا نفسي افهم مباراة قمة، نفسي افهم المباراة دي، يعني دي حقنا ولا حق الزمالك ولا حق مين؟ نادي الاهلي بطل افريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية. ألف مبروك لنادي الزمالك ب4-3 في ضربات الترجيح، وتعادل في الشوط الأول والشوط الثاني. الأهلي مصر تحقق البطولة. لا، أنا بقول كده، أنا بقول لك تحقق البطولة، أنا بقول لك تحقق البطولة. ده إحنا إن شاء الله هنقابلكم في الدوري، ممكن نقابلكم في كأس السوبر ليج الإفريقي الجديد اللي هتعمل في سان داونز ولا هتعمل في القاهرة. بقول لك انتوا لكم صوت، وانتوا هو اصلا وقعوا مع المجموعه بتاعت الاهلي. بس لازم محمود الخطيب يقدر في حاجه كده عايز اقولها صعبه، اللي احنا نقابل فيها ماتش عين الاماراتي. النادي الاهلي خسر النهارده من الزمالك. طب نفكر النادي الاهلي خلاص كسب، هيكسب الماتش، هيكسب المباراه، وخلاص عرفنا خلاص الاهلي هيخسر عين الاماراتي. لا، انا 99% انا خايف من عين الاماراتي، انا خايف منه. احنا كلنا شعب المصري بيقول لا، مش حكايه كده. نادي الزمالك اللي هو مش مع كمية بطولات، واللعيبه تحت اتحاد جده اللي احنا خسرناهم، وقلنا شايفين نفسنا ايه ده يا جماعه؟ ما تبصوش العلم ورا، لازم تبصوا قدام. احنا حققنا كاس العالم كتير، حققنا برونزيه كتير، بس السنه دي غير السنه اللي فاتت. لازم نحقق بطولات، ولازم نطلع بطولات اكتر من الزمالك بكتير. لازم نطلع ببطولات كتير اكتر من الزمالك، حقيقه بجد، حقيقه. الف مبروك النادي الزمالك بكأس السوبر الافريقي. انا بالنسبه لي وكتاب الله، انا زعلان. انا بنيت الماتش الاهلي خلاص خسر، بص جالي تعصب، جالي يعني حوالي تشنج كده، جالي حاجه اسمها تحس انت خلاص دموعك هتنزل خلاص. بس الحمد لله جت على 1-1، مش بفضيحه، جت على ضربات ترجيح. يعني عايز اقول بس حاجه، بس النبي الزملكاويه بس ما تفكروش نفسكم ان انتوا ابطال القاره، ما تفكروش نفسكم ابطال القاره. ليه ما فكروا نفسهم ابطال القاره؟ 99% هنقولوا هيفضحونا كل جمعه زي احنا قاضيه. ممكن من هي قاضيه يا قفشه قصدي، ليه ما سجلتش هدف؟ لازم محمود الخطيب يعمل صفقات عاليه. وسام ابو علي جاب ضربات الجزاء وتنفرصه لينا، وضيعنا فرص. بس اللي اختار بجد كان خايف منه من اول تاني يوم. قلنا خلاص نادي الزمالك كان حاسس اللي هيكسب، ما دلوقتي انا خايف دلوقتي من عين الامارات. وش لا، عين الامارات خايف منه، من سفيان رحيمي اهو، زيزو
اللي عندنا اللي عمر رامي ربيع من احسن من زيزو بكتير. لا زيزو هو تم يتجد بجد. استغفر الله العظيم. الناس كلهم يعني بصوا يا جماعه، احنا كلنا صعبان على نفسي. ازاي الاهلي يخسر؟ ازاي الاهلي يخسر؟ ازاي الاهلي يعمل كده؟ بجد والله بجد صعبان على نفسي. ازاي يا جماعه بجد الصراحه الدنيا كده ازاي الاهلي يخسر؟ هو بجد لازم الاهلي يعمل صفقه كبيره، لازم الاهلي يعمل صفقه كبيره جدا، لازم نعمل صفقه، لازم نعمل صفقه بجد والله العظيم. انا اقول لك 99% لازم الاهلي المصري لازم يعمل صفقه عشان يقابل العين الاماراتي في كاس الانتر كونتيننتال. الانتر كونتيننتال انا ما ينفعش اقول لي الاهلي خسران. لازما فخور بالنادي الاهلي، فخور بالنادي الاهلي، بطل افريقيا، بطل الدوري، بطل كأس السوبر الافريقي، بطل الكونفدرالية، بطل كأس مصر. النادي الاهلي مصر ملك العالم، 152 بطولة، ارقام عالية، 12 ابطال افريقيا، 15 سوبر مصري، 39 كأس مصر، 44 دوري مصري، 4 كؤوس افريقية، 4 بطولة العربية، 4 بطولة عربية. الاهلي محقق 4 بطولة عربية، وان شاء الله الخامسة ان شاء الله هنشارك فيها السنة دي 2025 اللي هو السنة دي، اللي هو السنة الجاية ان شاء الله. فاضل كمان شهور هنخلص الموسم. بجد لازما الاهلي يعني وكسبنا قدام سيراميكا كليوباترا، انا كسبنا قدام الهلال السوداني. اقول لك ممكن اقول لك الاهلي يكسب او خسر الفريقين دولت، اقول لك لا للنادي الاهلي مش هيكسب عين الامارات وش. لازما نتحدى ونشوف المباراه. انت بفكر الاهلي هيكسب 3 ماتشات؟ لا هيكسب ماتشين، كسبهم خلاص. اقول لك 99% للاهلي المصري هيكسب عين الامارات وش. الا 2-1 ممكن اقول لك 1-0. هما ده الرقم، ده الرقم، مش رقم من 3-0 و4-0، لا ده الرقم، ده الرقم الاساسي، ده الرقم اللي يعني ان اي حد يعني مش عايز اقول لك يعني ده النهارده خارجين بواحد والحمد لله نحمد ربنا. وجابوا جون بالحظ مش جون عالي، جابوا جون بالحظ بس الصراحه بجد تعبوا في الشوط الاول وتعبوا في الشوط الثاني بجد والله العظيم. تحيا نادي الزمالك وتحيا اداره النادي الاهلي وتحيا اداره الزمالك. الف مبروك لنادي الزمالك والف مبروك نادي الاهلي. ازاي الف مبروك النادي الاهلي؟ انت عندك عقليه. عندي عقليه. انا واحد اهلاوي بشجع الاهلي وبحب الاهلي، بس انت تقابلني في كاس السوبر قال لك الافريقي. وان شاء الله الموسم اللي جاي هنقابل بعض، اللي انت خسرته قدام الاهلي هناخده حقنا على استاد القاهره ده. شكرا مستشار تركي الشيخ بالعظيم المباراه، بالعظيم الاحتفال. طبعا اللي اختارتها من جمهور النادي الاهلي جه كتير، ونادي الزمالك برضك. اللعيبه بتاعت الزمالك كانوا الصراحه مش لان لعيبه الاهلي اصلا كبيره واحسن لعيبه في كاس العالم واحسن لعيبه في مونديالات. ده ازاي ناشئين نادي الزمالك ولا لعيبه النادي الزمالك يخسرنا ب 4-3 في ضربات الترجيح؟ لو وصلت 4 في الحقيقه من غير ضربات ترجيح كتاب الله من النهارده هيحفروا عليه. هما دول قاعدين ساكتين. يعني انت هتفتح الفيسبوك كده كتاب الله كتاب الله. الف مبروك نادي الزمالك اجرت نادي الاهلي المصري
وان شاء الله الاهلي المصري تحقق بطوله كاس السوبر ليج الافريقي الجديد الموسم 2025 وان شاء الله رب العالمين. وان شاء الله الاهلي المصري يحقق بطوله كاس انتر او النادي المصري وعربيا عشان نعلم على الزمالك ان شاء الله رب العالمين. يلا الدوري المصري وانتوا كده وقعتوا معانا في الدوري.